السلام عليكم. ترحب بكم في عالم ام حسنه، وتنتمنىكم تكونوا الف خير وانتم تفرجوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الحلوه ديال المح ديال البيض اللي تيكون مسلوق. البيض مسلوق. غنبداو المكونات. ها هو بيض مسلوق. درت انايا الا كان كبير ديري غير 4. انا دابا عندي وحده صغيره درت 5 مسلوقين. وغنديرو 4 ديال الزبده، اي زبده عندك. الا عندك ديال البطاط ديريها. انا درت 4 الزبده، كاس ونص ديال الزيت، كاس ديال سنيده. الا بغيتي سميتو ما بغيتيش حلاوه بزاف ديري غير نص كاس. ودرت بيضه خضراء. ها هي غندير بيضه باش يجيني مكون كتير. يلا نبداو. غنديروا دابا الزبده وتكون في حراره المطبخ، باش تكون في حراره المطبخ باش تجيكم سهله في الخدمه، ما تجيكم صعيبه. ديما الزبده والبيض يكون خارج من الثلاجه باش ما يعذبكش في الخدمه. 4 الزبده. ولا بغيتي ديري الا عندك ديال البطاط ديريها ماشي مشكل. اي زبده تجيبيها هذه. وديال العبار كاع حتى هي تجي. المهم 4 كاس ديال السنيده. الا ما بغيتيش ديري الحلاوه بزاف ديري غير نص كاس، حيت غنديروها في الشوكولات مازال. وتبعوا المراحل ديالها وغتعجبكم زوينه هذه. قريصه ديال الملح بطبيعه الحال، عمركم ما تنساوها في الحلوه. دابا غنبداو نخدموا الزبده والسنيده تخدم شويه. كاس نص كاس الاول درتو مع الزبده، وها الكاس الاخر كاس ونص ديال الزيت بكاس العنبه. ديما بكاس العنبه باني. الا بغيت ديروا فيها قشره الحامض تجي زوينه. قشره الحامض بوحدها قبل ما بلا من باني. قشره الحامض بوحدها. والزبده خصها تولي بحال تات دير مزيان باش تحك لكم. داكشي علاش خاصها ديما تكون في حراره المطبخ. زوينه هذه الحلوه، كنتمنىكم تجربوها. هي راه من زمان المذاق ديالها زوين، عزيز على الدراري الصغار ولا حتى على الكبار. تتخرج واحد الكميه زوينه، بالخصوص كاع ملي ديري فيها ديك تزيدي فيها بيضه. تنزيد فيها انا بيضه خضراء. ها هي على دوك بيضه خضراء نخدمها مع الزبده. وغنديروا الصفر ديال البيض ان شاء الله. غادي ندير الصفر ديال البيض ونخدموا هادشي مزيان، ما يبقاش سميتو ديال البيض نهائيا يذوب. يلا حنا ذوبنا دابا الزبده ديالنا، داك المح ديال البيض باش ما يبقاش ندير. دابا غنقول لكم على الطحين. دابا عندي انا كيلو ديال الطحين هنا، وين ماش الطحين راه ماشي بحال بحال طحين من طبيعه الحال مغربل الفورس الممتاز. غنضيف غير شويه. غادي نحك به داك سميتو اللي بقى ليا. الا بقات شي حاجه ديال البيض ما بايناش. زوينه هذه حلوه وسهله، مكوناتها بساط، ماشي فيها شي حاجه اللي هي صعيبه. الطحين دائما ماشي دفعه واحده، شويه بشويه. ما نقولوش راه غيدخل لينا كيلو ولا شي حاجه ونديرو كلشي بدقه واحده، لا. وغنديرو 2 خمارات من 8 غرام، يعني 16 غرام بجوجات. وحده الثانيه. وغنقول لكم شحال غتهز ليا ديال الطحين. المهم كما قلت لكم الطحين
العجينه تجي رطبه، ما تجيش ما تفوتيش ليها طحين. الا جات فوت ليها الطحين تتجي مدقصه. رائعه هاد الحلوه، زوينه غزاله. انا عزيزه على وليداتي. عندك هي وديال الهلال ديما تنديرها اليوم، راه شاركتها معكم ديال الهلال بالفرماج. ها هي العجينه ديالنا، ها هي واجده. ما خاصهاش تكون قاصحه، ما خاصهاش تكون جاريه. ها هي كيفاش دايره، شتيها رطبه. ها هي ها رطبه. وشحال هزت ليا ديال الطحين؟ المهم كيلو ديال الطحين. ها شنو اللي بقى منه، تقريبا جايه لرابعه، فيط رابعه شويه باش اللي شاط من كيلو. هذا كيلو ديال الطحين. وانا حنا غنبداو ان شاء الله. انا شعلت الفران ديالي الفوق والتحت، ومنين بغي ندخل الطاوه غنخلي غير التحت نطفي الفوق. تنديرها غير صغيره، ما يكونوش كبار بزاف. ها هما، ها هي. وملي ديتي توركي عليها بحال هكا شويه وتخليها مبعده على حساب حيت تطلق شويه، حيت فيها الخميره. خاصك ما تكونش مقاربه، ما ديرهمش كبار بزاف، ما يكونوش صغار، موين باش يجيو زوينين. حيت وحده بوحده، ما غاش نديرو وحده على وحده. ها ملي تبغي ديريها توركي عليها شويه. غنبدا نكورو، وملي تكوري توركي عليها بحال هكا شويه باش تجي هابطه، باش ما تجيش سميتو. ونحطو في الطاوه ديالنا. ها هي الطاوه غنحط ان شاء الله، وغندير نكمل ونديرها في الفران. دابا الفران راه شاعل فوق لتحت. ملي نبغي ندخلها للفران غنطفي الفوق ويبقى غير هي الطياب ديالها. راه ما تعطلش في الطياب، وما تكونش ثاني تجي غير سميتو ما تحمريش، تجي ثاني حمرا بزاف. يلا ونتلاقاو ان شاء الله. ها هي الحلوه ديالنا واجده. ها هو الطياب ديالها، شتي كي تجيش محمره بزاف، زوينه وغزاله. وان شاء الله غادي نديرو فيها باسطا والشكلاط، وغادي نوريكم كيفاش النهايه. ها هي الحلوه ديالنا قلنا طيبناها، راه فيها 130 حبه اللي خرجت ليا، حيت درت فيها ديك بيضه خضراء خرجت لي سميتو. دابا غنديرو باسطا. ها هي انا جبت جوج باش نشوف شحال غيقدني، وغنقول لكم شحال قد. وغندير الشكلاط، جبت 36 قطعه شكلاط كيما كان تيصدق مزيان، كيما كان لهذا سميتو التغليف ديال الحلوه كيما كان. والكاس غنزيد الكاس ديال الحليب، ولا ما غنجيش الكاس الحليب كله، غنقول لكم شحال ندرت. المهم غندير الشكلاط ديالي في حمام مريم، هو درتو دابا هو المطيب، وغنمشي نديرو فوق البوطه باش يذوب. ونزيد ليه القياس ديال الحليب، ما يكونش حليب كثير، القياس اللي غيخفف لينا شويه الشكلاط. وغندخلو ان شاء الله الباسطا هكاكا. غنوريكم كيفاش غنطحن فيها هكاكا البلاصه الغليظه. ها هي انا جبت هذه اللي فيها المذاق ديال الشكلاط. هذه هي اللي درنا الشكلاط، غنديرو المذاق ديال الشكلاط. ديال الشكلاط كما قلت لكم. ها هي ديال 60 ريال. انا جبت جوج علاب. هما انا غنحك، نبدا نحك في البلاصه الغليظه كيف تخرج لينا. الشكلاط ديالنا غنديروه يدوب فوق سميتو حمام مريم، ونبداو ان شاء الله نفينيو الحلوه ديالنا. ها هو كي تيجي، شتي كي تيجي غليظ، ما تيجيش رقيق، تيجي غليظ سميتو ديالو. غزاله هاد الحلوه، تجي زوينه مقرمشه وزوينه وهشيشه تدوب في الفم. هاي شتي كي تجي غليظه. يلا غادي نحك كلشي هادشي ان شاء الله ونتلاقاو. الباسطا ديالنا طحناها، ها الشكلاط ديالنا ها هو كيفاش داير. ها هو ما يكونش جاري، باش الا كان جاري ما يغطيش لنا الحلوه.
ها هو الحليب اللي قلت لكم، كاس ديال الحليب شحال بقى ليا. وما تخافوش منه ملي تخوي عليه الحليب وتيبدا لك تجمع، لا راه غيبقى غير تبقاي تحركي فوق العافيه راه غيدوب. يلا نبداو ان شاء الله. نبداو الحلوه ديالنا، بسم الله. وسقطري باش ما تهزيش الشكلاط بزاف، وحطي في سميتو شويه علينا، وحده وحده تجي رطبه زوينه هشيشه تدوب في الفم. هي تطلق تتشهاية تاكليها بلا ما دير لها حتى شي حاجه. نبداو ان شاء الله الحلوه ديالنا. ها هي الشكلاط خليه يكون ما يكونش قاصح بزاف، ما يكونش جاري بزاف، على حساب الا كانت جاري ما غاش تغطي لينا الحلوه. يلا دابا غنفينيو الحلوه ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم. هي الحلوه ديالنا واجده هشيشه وزوينه وتدير كميه كبيره. انا مازال الاخرى باقا ما كملتهاش، باقا فيها باقي مازال شي طبيسه الاخر صغير، كتخرج واحد الكميه لاباس بها وهشيشه. انا غنوريكم كيفاش دايره. ها هي هشيشه وزوينه وزاله. يلا بالصحه والراحه، نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.